بنحاول ننقي الكلمات. انا حساس قوي وانا بنقي الجمله عشان اقول لك ان في مشكله صغيره في الحاجه اللي انت عملتها. اهلا بيكم. لسه بنتكلم على الهيومن ريسورسز، وتعالوا نبدا بحاجه مختلفه شويه. تعالوا نبدا ونوصف التيم اللي مش تيم. يعني ايه التيم اللي مش تيم؟ يعني الناس اللي شغاله مع بعضها ولكن هم مش مكونين تيم، او التيم دون مفهوش روح التيم. امتى الناس بتوصل للحاله دي؟ امتى بنوصل ان احنا نبقى تيم ولكن احنا بالفعل مش تيم؟ في 5 حاجات لو حصلوا، لو ظهروا معانا، اعرف ان المجموعه اللي متجمعه على بعضها دي فعلا مش تيم او مش effective تيم. اول حاجه واول عامل هو absence of trust، يعني غياب الثقه. لو البني ادمين دول مفيش ثقه متبادله ما بينهم وبين بعض، مش هنقدر نشتغل مع بعض، مش هنقدر نعتمد على بعض، مش هنقدر ناخد وندي مع بعض، مش هنقدر نحس بمشاكل بعض، مش هنقدر نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض. اول حاجه لو اختفت للاسف مش هتقدر تكون تيم ناجح، وهي غياب الثقه. ونخلي بالنا على المستوى البشري في اي نوع من العلاقات، الثقه هي اكتر حاجه هشه في العلاقه. اكتر حاجه هشه بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو حصلت اي مشكله صغيره، لو خدش صغير في الثقه ما بينك وبين الشخص اللي قدامك، ايا كان الشخص اللي قدامك دون بتربطه بيك علاقه شكلها ايه، عمرنا ما بنرجع الثقه دي تاني. الشخص دون مهما عمل في حياته مش هيقدر يرجع لك تاني الحاله اللي كنت عليها لما كنت واثق فيه ثقه عمياء. فغياب الثقه ما بين التيم ممبرز وبعضهم للاسف مش هتوصلك للتيم الافكتيف اللي يقدر يطلع نتائج. 2، ان احنا نبقى خايفين نختلف مع بعض. يعني ايه؟ انا خايف اقول رايي تزعل مني، انت خايف تقول رايك ازعل منك. بنتعامل مع بعض بالشوكه والسكينه، بنتعامل مع بعض وفي حساسيات كتيره، في حسابات كتيره، بنحاول ننقي الالفاظ، بنحاول ننقي الكلمات. انا حساس قوي وانا بنقي الجمله عشان اقول لك ان في مشكله صغيره في الحاجه اللي انت عملتها، او البرودكت اللي انت طلعته، او الشغلانه اللي انت خلصتها. بنخاف نختلف، بنخاف يبقى في كونفليكت بيننا وبين بعضنا، بنخاف يبقى في كلاشات بيننا وبين بعضنا. وجود الكلاشات ده شيء صحي، ولكن خوفنا ان احنا نخش في الكلاشات دي للاسف هيوقع التيم، هيخلي التيم مش تيم. ودي تاني حاجه ممكن توقع لك التيم. 3، عدم الالتزام بيننا وبين بعض. ان مفيش التزام ما بين التيم ممبرز وبعضهم، التزام بينهم وبين بعض، والتزامهم تجاه التاسكس او الشغل اللي بيتعمل جوه المشروع بتاعنا. وبالتالي هتلاقي كم هائل من الاعذار بتطلع، كم هائل من المشاكل بتحصل، كم هائل من الدروبات اللي بتحصل في المشروع بتاعنا. وبالتالي تاني تيم ما هواش تيم. 4، كل واحد فينا عايز يعمل حتة بتاعته، لكن انا مش عايز اتحاسب. احنا مش عايزين نتحاسب عن الشغل، عايز دايما اشتغل الموضوع من بعيد من بره، مش عايز اتحط في موقف المسؤولية. مفيش مسؤولية بيننا وبين بعض، مفيش مساءلة لينا وبيننا وبين بعضنا. سيمبلي اعرف ان التيم ده وقع، اعرف ان التيم ده مش هيقدر يطلع اي نتيجة. تيم يعني مسؤولية ومساءلة مشتركة، احنا كلنا تيم واحد، وبالتالي النتيجة بتاعتنا كلنا. ودي لو اختفت انسى وجود التيم. 5 وده الاخير، كل واحد فينا بيفكر في نفسه، مفيش تفكير على الشيرد ريزلت اللي ممكن تكون ما بين التيم ممبرز وبعضهم. احنا موجودين ليه؟ لا، انا موجود ليه؟ انا موجود ليه؟ انا خلصت اللي عليا، انا بعت الميل وهو اللي ما ردش. طيب ما هو ما ردش، عملت ايه؟ انا بعت له كايند ريمايندر. فانا بخلص اللي عليا. لو سمحت حضرتك حاسبني على اللي يخصني، اي حاجه غير اللي يخصني لو سمحت سعادتك ما تكلمنيش فيها. احنا مش باصين على الريزلت، كل واحد فينا بص على المنطقه بتاعته، عايز يرمي التاسك بتاعته ويطلع يجري. النتيجه اللي وصلنا لها شكلها ايه؟ ولا اي حاجه، المحصله 0. وبالتالي تاني تيم ما هوش تيم. خلي بالك لو اي حاجه من 5 اعراض دول ظهروا في التيم بتاعك، الحق بسرعه وعالجها علشان تقدر تحول التيم انه
يبقى تيم، نبقى ناس شغاله فعلا مع بعضنا واحنا كلنا الكسبانين.